نسقسيك سؤال. كلمة أنزل قلنا وش وقع فيها؟ تقريتها قراءة صحيحة، لكن أجبنا من ناحية قل لي وش اجتمع فيها. راك تدرس طلبة فهمهم شوية، أعطي لهم غير واحدة 5 ولا 10%. ماذا اجتمع فيها؟ شوف فيها مليح. الأحكام اللي اجتمع فيها الحكم التجويدي تاع رواية ورش، أنت قرأتها قراءة صحيحة، وكا فهمنا علاش قريتها قراءة صحيحة. وش اجتمع في الكلمة؟ التقاء همزتين. هذا هو، فهمت السؤال؟ هي خلاص. الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. احنا مختلفة الحركة. واش يدير ورش؟ نحقق الأولى ونسهل الثانية. هذا هو. الهمزة هذه الثانية. الكلمة أولا أصلها أنزل هكذا، ودخلت عليها همزة الاستفهام ولات أنزل. هذا يسميه همز مزدوج من كلمة واحدة. همز مزدوج من كلمة واحدة. الإمام ورش ومن وافقه من القراء ماذا يعمل؟ يحقق الهمزة الأولى أي يثبتها في اللفظ، الثانية يسهلها، يقرأها ما بين يسميها قراءة بين. لذلك في المصاحف لا يكتبون الهمزة، يجعلون نقطة سوداء شوية كبيرة قاتمة دلالة على التسهيل، ما يديروش همزة. في رواية حفص أو من وافقه ممن يهمز من القراء يكتبوا همزتين أنزل، واحدة فوق الألف واحدة على السطر. يا أخي هكذا لازم أحد يعرف، فعلا اكتبوها بهذه الطريقة. لو مثلا أنك تقرأ للإمام قالون يقرأ كما ورش، إلا أنه يدخل ألف الفصل يسميه الإدخال، يدخل ألف بين همزة الاستفهام والهمزة المحققة فيقرأ هكذا أنزل. عنده 3 ألفاظ في القرآن جاءت على هذا الشكل، واختلفوا في الرابع وهو موضع سورة الزخرف أوشهدوا قرأ بالوجهين بالإدخال وعدمه، هذا قالون أقصد. أما ورش مثلا قرأ بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين يسموها قراءة بين، وهذا لم يقع في القرآن إلا في مواضع قليلة. بالنسبة لهذا اللفظ جاء في سورة القمر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر. وجاء كذلك في سورة آل عمران قل أنبئكم